وسط النار والملاهي أمير كرارة بيروج لفيلم الجديد البعبع لعيد الأضحى. فيلم البعبع اللي بيدور قصته عن شخصية سلطان اللي هو شخصية المجرم اللي نفسه يحاول انه يرجع لشخصية سليمة وطيبة ويبعد عن فكرة الإجرام والنصب على الناس. وبيشاركوا في الإجرام والنصب على الناس شخصية سوكا اللي بيمثلها الفنان محمد عبد الرحمن توتة، وأول توليفة جديدة ما بينه وما بين أمير كرارة. بينما شخصية ياسمين صبري بتمثل الشخصية المحورية اللي بتمثل صيدلانية في الفيلم ده، وبتساعد أمير كرارة إنه يتخلص من فكرة الإجرام والنصب على الناس، وكمان هيعيشوا قصة حب بينهم في الفيلم ده. وهيظهر في الفيلم ده كمان الفنان باسم سمرة اللي اتأكدوا منه مليون في المية إنه هيمثل شخصية الفالن في الفيلم ده على فكرة، وممكن نشوف صدام ما بينه وما بين فنان أمير كرارة. الفيلم ده يعتبر خطر ريسك كبير جدا على امير كرارة انه بيطلع شخصية اللايت كوميدي. الفيلم بيتكلم اصلا شخصية كوميدية، هنشوف امير كرارة هيضحك الناس ولا لا. خايفين طبعا انه يمثل شخصية احمد السقا لما عاملها في شخصية ايه بابا. ده اللي هنشوفه في موسم عيد الاضحى، هنشوف امير كرارة هيطلع شخصية الكوميدية ولا لا. يا ريت لو وصلت معانا لحد قد كده، يا ريت تدعمنا باللايك وتنساش الشير وتدعمنا بالسبسكرايب.